الفيلم ديالنا كيبدا من واحد العائله اللي كانت عايشه الحياه ديالها طبيعيه في وسط مدينه نيويورك. العائله كتكون 4 الافراد: الاب جيري والام كارين، وعندهم 2 ديال البنات. واحد الصباح كانوا غاديين يقضيو الامور ديالهم اليوميه، ولكن الاجواء ما كانش هي هذيك، ما كانش كتبشر بالخير كاع. الطريق اللي كانوا غاديين فيها تسدات، داز الهليكوبتر العسكريه حتى هما كيدوروا فوق راسهم. داز شويه د الوقت الجريبه كيدخل مع الزايد، شعل الراديو اللي في الطوموبيل حتى كيسمع المذيع كيقول: عاجل، المنظمه العالميه للصحه كتعلن انتشار واحد المرض اللي غريب بزاف، اللي كيشبه الجعر اللي كتجي للكلاب والحيوانات. هذا المرض كيقولوا بدا في تايوان ودابا خرج على السيطره، اجتاح اكثر من 12 دوله، وهادشي بما فيهم امريكا اللي هما عايشين فيها. شويه كترون ديال بصح واحد البوليسي يركب على الموطور دايز بالزربه ويهرس المرايه الطوموبيله ديال الجيري اللي نزل باش يهزها، حتى كيغوت عليه بوليسي اخر يقول لي ما تهبطش من الطوموبيل تحت اي ظرف. غير كيرجع الجيري وكيسد عليه الباب حتى كتزون حدا واحد الشاحنه اللي كبيره اللي غادا بسرعه، حتى راه كتدخل في كلشي، ما خلاش بوليس، ما خلات الطوموبيلات، كدوز في الاخضر واليابس. الجيري ما كانش عنده بزاف الوقت فين يفكر، تبع ديك الشاحنه دارت ليه الطريق باش يدوز، ولكن كثرت اللامبالاه والتسرع كتدخل فيه واحد الطوموبيل الاسعاف بقوه حتى كاملين كيفقدوا الوعي. المشكله الناس كيشتريو في كاع البلايص بواحد الشكل اللي يستيري، ما كيجريوش غير حيت خايفين، ولكن راه كيهاجموا بعضياتهم، واحد كيعض في الاخر، واحد الاخرين كيضربوا يوصلوا بزاف الطوموبيلات مسدوده باش يهرسوها ويدوزو الناس اللي كاينين تمايا ويفترسوهم. الجري بقى كيشوف واحد المراه اللي غريبه كتعض في واحد الراجل اللي داز غير شي ثواني من بعد ما تعض حتى هو كيتحول، كيولي واحد الكائن متوحش في حاله اللي هو براسو ولا كيعض في الناس اللي حداه. هادو هما الزومبيز او الموتى الاحياء. الجري كيقد يدي العائله ديالو لواحد الكرفان اللي كبيره، ومن هاد الكرفان هربوا وخلاوها. العائله كيهربوا من المدينه وكيخليو الروينه موراهم. من بعد ما بعدوا على المدينه العائله كتواجه واحد المشكله اللي خطيره. البنت ديالهم الصغيره كتعاني من الازمه، البنت ديالهم الصغيره فيها الضيقه، مابقاش قادره تنفس، والجهاز التنفس ديالها خلاتها في الطوموبيله القديمه. وصلت شي كامل التليفون ديال الجاري كيبدا يصوني، اللي كيعيط ليه هو واحد صاحبو قديم سميتو تيري، هو واحد مسؤول كبير في الجيش الامريكاني. تيري تيقول لي بان الانسانيه راه في واحد الخطر اللي كبير ومحتاجين الخبره ديالو كمحقق اللي كان مشهور في الامم المتحده، وكيوعدو بانه غيصيفط ليه هليكوبتر باش يعتق هو والعائله ديالو. تيري كيمشي نيشان لاقرب متجر باش يقلب للدواء لبنته. كارين والجيري غادي يتفرقوا، الجيري غادي يمشي يجيب الدواء وهي غادي تجمع الماكله، وهي كتجمع في الماكله كيهجموا عليه واحد 2 رجاله اللي يحاولوا يعتديو عليهم، لكن الجيري كيتدخل بالسنايبر ديالو حتى الاخوان كان يقتلهم، لكن تا هما كانوا هازين فراده. فهمتي كلشي مرون، كلشي بغى يعتق راسو، كيشرب قرطاسو وكيجيبها في واحد فيهم، هادشي اللي خلاه يعتق مراته. كيخرجوا من داك المتجر حتى كيلقاو الطوموبيل ديالهم تسرقات داك الكرفان. فاش فكروا من بعد فكروا انهم خصهم يتجهوا لاقرب مبنى باش كيقدروا يتلاقاو مع ديك الهليكوبتر اللي غيسيط عليهم تيري. جيري كيعيط لتيري تيقول ليه حنا غادي نكونوا في السطح كنستناكم باش تفطروا من الطياره. تيقول ليه مرحبا، مع شروق الشمس خاصك تكون واجد. كيزد الباب الرئيسي ديال الدار، ولكن الزومبي كانوا كثار بزاف قدروا يهرسوا، بداو تابعين العائله ديال جيري دروج. لكن في اللحظات الاخيره جات واحد العائله حتى هي مخبيه معايا، اللي كيخليهم يدخلوا يتخباو معاه حتى هما في ديك الشقه. الناس اللي دخلوا عندهم كانوا عندهم واحد الراديو كيخدموا، وكتسمع البوليس تيقولوا الناس اللي بقاو مخبيين في الديور ديالهم وما يخرجوش وحاولوا يدبروا على الماكله اللي غتكفي المده ديال 2 سيمانات. الشقه تيقرر انه يبقى وما يمشيش، ولكن جيري كيعرف بانه الا بقى كيتسنى غير الموت. مع كيقرب الفجر جيري كيدور على يديه كتوبه باش دوك الزومبي ما يعضوش، هما طالعين في السطح كيهاجموا الزومبي بشراسه، ولكن كيطاكوا معاهم، فهمتي، ما خلاوهمش يعضوهم. وسط المعركه تم ديال واحد من دوك الزومبي كيطيح الجيري في الفم ديالو، حتى اللي كيخليه يمشي للحافه ديال السطح باش لا تحول يلوح راسهم تما ويعتق العائله ديالو، ما يخليهمش حتى هما يتقاسوا. ولكن حسن الحظ ديالو ما طرا عليه والو. من بعد شويه الوقت الهليكوبتر كيوصل لعندهم وكيعتقوا ولد العائله اللي عتقاتو حيت والديه حتى هما تحولوا. كطلبوا من الهليكوبتر لواحد السفينه حربيه كاينه وسط البحر تقريبا بعيده 200 كيلومتر على نيويورك، تما كيستقبلهم جيري. وسط السفينه جيري كيعرف بان الرئيس الولايات المتحده الامريكيه حتى هو مات، والفيروس اجتاح العالم كامل بحال النار في الهاشي. العلماء والباحثون يأسوا كيقلبوا على المصدر ديال الفيروس باش يصنعوا اللقاح. المؤشرات كتقول بان معسكر في كوريا الجنوبيه استخدم مصطلح ديال الزومبي لاول مره، حيت هما عارفين هادشي. الاداره كتقرر تصيفط واحد العالم ديال الفيروسات شاب سميتو الفاس باخل تمايا لكوريا، وتيري كيطلب من جيري باش يمشي مع هذا العالم ويحميه، وكيحطو وسط واحد القرار اللي صعيب: يا اما تقبل بالمهمه يا اما غتغادر السفينه انت والعائله ديالك، حيت السفينه كنخليو فيها غير الناس اللي خدامين فيها. جيري كيضطر انه يوافق على قبل العائله ديالو، كيودع الزوجه ديالو، بقى يتواصل معها ويطمن عليها. كتقلع الطياره العسكريه لكوريا الجنوبيه، من هبطوا وسط الظلام والشتا اللي كانت كثيره كيهجموا عليهم الزومبي. هذاك الدكتور العالم اللي مشى معاهم كيتخلع بزاف، هو غادي كيجري باش يرجع للطياره تيزلق
تيظلم كتدخل قرطاسه من الفرد ديالو اللي كتجي ليه نيشان في راسو كيموت في البلاصه قبل كاع ما تبدا المهمه هادي. تقدمت واحد الفرقه اللي كانت متمركزه في المعسكر باش تعتق الناس اللي جاو في الطياره وتدخلهم للقاعده الداخليه. تما الجيري كيتعلم القواعد الاساسيه للباق، كيعرف بان الاصوات اللي كتكون مجهده هي المغناطيس اللي كيخلي الزومبي يتبعوه، هو الحافز اللي كيجبد الزومبي، وان القرطاس العالمي ما كيقتلهاش الا نضرب نيشان للراس. افضل حل اللي بغا يتخلص منه هي العافيه. الجنود اللي كانوا في القاعده كيديو الجيري لواحد الغرفه اللي كامله محروق. هذيك البلاصه كانت هي العياده، تما فين كانوا كيتعالجوا المرضى. اكتشف الجيري ان العدوى بدات تمايا. الطبيب كان كيعالج واحد المرض اللي كان باقي ما تحولش، وهذا المرض كيهاجم الطبيب ديالو بدون سابق انذار. هادشي اللي كيخلي الزومبي يبداو تمايا. يمكن الجنود اللي كانوا تمايا ما لقاوش شي حل من غير انهم يحرقوا دوك صحابهم كاملين. وسط هادشي كامل الجيري كيلقاو مع واحد الضابط مخابرات اللي قديم اللي كانوا دوك الجنود حابسينه تمايا. الضابط هذا جاتو واحد الصدمه عصبيه اللي خلاته انه يحيد سنانو كاملين. تخيل معايا يحيدهم بيديه باش يتحول. هادشي كامل باش يتحول ما يعض حتى شي واحد، باش واخا يعضو هذاك اللي غيتعض ما يتحولش. الضابط هذا كيعطي الجيري واحد الامل، تيقول لي بان الدوله الوحيده اللي قدرت تواجه هذا الجحيم هي اسرائيل. علاش؟ شفنا واحد الاسوار اللي طوال اللي خلاتهم معزولين. الزومبي واخا يقرب لهم ما يقدرش. هاد الاصوات تبناو قبل سيمانه من الكارثه، بحال هما كانوا عارفين اش غيطرا. الجيري قرر مباشره انه يمشي للقدس، ولكن قدامهم واحد المشكل، هي ان الطائره خاصها ليسانس. كسبقهم واحد الفريق بالبيكالات باش ما يديروش الصوت، ولكن في هذه اللحظه اللي حاسمه تقربوا يوصلوا مرات كريم كتصوم عليه والتليفون كيدير الصوت. يمكن باش يطمن عليه تقدر دير ليه مشكل انه غادي يموت. هذاك الصوت كيخلي الزومبي يفيقوا من السبات ديالو، دوك كيجمعوا عليهم لكل حدا بين وصوب. الجنود كيضحيو براسهم باش يامنوا الشاحنه ويخليو الطياره انها تعمر بالوقود. والجري كينجح باش يقلع مع الطياره ويمشي للقدس. تما كيتلاقى مع واحد المسؤول سميتو يورغن وكيسولو كيفاش بنيتو هاد الاسوار قبل كلشي. كيشرح على يورغن المفهوم ديال العقيده العاشره في المخابرات ديالو. الا وافقوا تعاد المسؤولين على واحد الراي فهذاك العاشر خصو يفترض العكس، خصو يحضر ليه باش يعتق الامه من اي مكروه. من سمعوا الرسائل من الهند كتهضر على واحد الكائنات اللي سميتها الزومبي، ما تجاهلوش هذا الانذار هذا، ولكن مشاو بنوا هاد الاسوار واستقبلوا اللاجئين من كاع الاديان. ولكن هذا الامان ما دامش مده طويله، فمن شتت الفرحه والامتنان اللي كان وسط الاسوار هادو هاد اللاجئين بداو تيغنيو وتيغوتوا في مكبرات الاصوات اللي كانت فهمتي مجهده بزاف. هاد الضجيج كيستفز المئات الالاف ديال الزومبي اللي كانوا برا الاسوار حتى كيبداو يتكدسوا فوق بعضياتهم بواحد الشكل اللي مرعب ومهول، حتى خلاهم يبنيو بحال واحد السور وقدروا يوصلوا للقمه ديال السور العالي. تما كتسقط المدينه في دقائق معدوده. ملي كان جيري هربان من واحد المجند اللي سميتها سيغن واحد الممرات اللي ضيقه، تلاحظ واحد جوج المشاهد اللي كانوا غريبين اللي غادي يخليو كاع الاحداث تغير. الزومبي تجري واحد السرعه اللي جنونيه، كيجوز من واحد الراجل اللي كان شارف ورقيق، هادشي بلا ما يقيسوه بلا ما يديوه فيه. والجانب الاخر كنشوفوا واحد الشاب اللي كان مريض حتى هويا ورقيق ما عنده لا صحه لا والو. الزومبي عاوتاني كيجوز من حداه ما كيديوهش فيه بحال كاع ما كيتشاف. تما الجري كيفهم اللغز المفقود، يعني هاد الفيروس كيبعث لواحد الاجساد اللي سليمه قويه باش يقدر يتكاثر فيها. دوك الاجساد اللي تكونوا قريبات تموت ما كيديهاش فيهم، بمعنى كيبقى يتجنب المرضى الضعفاء حيت هما حاضن غير مناسب لهذا المرض لهذا الوباء هذا. بدون سابق انذار واحد الزومبي كيعاود ليه ديك المجنده اللي كانت مع الجيري، هو بلا ما يفكر بسرعه البرق تيقطع عليه يده في البلاصه باش ما يخليش الفيروس ينتشر في الجسد ديالو. كربط الجرح ديالها وكينطلقوا نحو المطار باش يركبوا في اخر طياره لا قريبه تقلع. وسط الطياره جيري كيعيط المسؤول تيري تيقول ليه خصك ترشد هاد الطيار لاقرب منشاه ديال الابحاث الطبيه، فكيوجههم لمختبر منظمه الصحه العالميه اللي كاين في ويلز. ولكن الكارثه باقا تابعه. واحد من دوك الكائنات ديال الزومبي قدر يتسلل المخزن ديال الطائره وبدا كيعض الركاب في المقطوره الخلفيه. الناس ديال الجهه الاخرى عاقبوا البلان، بداو كيحاولوا يبنيو بحال واحد الجدار بالشكار ديالهم وبالباليزات، ولكن الباليزه من دوك الباليزات طاحت. بطبيعه الحال الزومبي الحاجه الوحيده اللي كتيرهم هي الصوت، كيسمعوها بانها طاحت، كيشوفوا بان الناس باقيين كاينين من الجهه الاخرى. تما ترونات اصاحبي تيبان لك كلشي هاجم عليهم وكلشي بدا كيتحول للزومبي. جيري ما لقى حتى شي حل من غير انه غادي يفرقع واحد القنبله اللي كانت عند سايكن حيت هي جنديه. مع غير حتى القنبله والطياره كتفرقع معاها، تبان لك الناس كلشي كيتلاح برا، منك يا زومبي منك يا بنادم منك يا شكاير، كلشي طار في السما. الطياره بدا كيختلها التوازن ديالها واضطرت انها تهبط. فهبوط هاد الطيران الهبطه اللي غتهبط الطياره كتحطم كامله، كلشي كيموت باستثناء جيري والجنديه سيغن اللي قدروا يعيشوا باعجوبه واخا الاصابات البالغه اللي كانت فيهم. واخا جيري دخلت ليه حديد الكرش قدر يبقى يزحف حتى وصل للمنشاه الطبيه تمايا فين غادي يسخف. في نفس الوقت في السفينه الجنود اللي في السفينه كيصحوا لهم بان جيري مات وصافي فشلت المهمه ديالو.
هادشي اللي غيخليهم يلقاو العائله ديالو. المخيم اللي كيجمعوا فيه الناس، اللي كيجمعوا فيه العائلات ديال الجنود اللي ما كاينينش في السفينه، واخا حتى هما محميين بالجنود، ولكن شفنا ديجا بان الجنود ما يقدروا يديروا حتى شي حاجه لهاد الزومبي هادو. الا جاو بكثره راه كيبقى غادي فيهم حتى شي حاجه. الجيري كيفيق من بعد غيبوبه ديال 3 ايام. في الاول دوك العلماء والاطباء ما بغاوش يثقوا فيه باش ما كانوش عارفين الهويه ديالو، ولكن من بعد مده طويله قدر يعيط للجنود اللي كاينين في السفينه، شرحوا ليه شكون هو وشنو الهدف ديالو، تما كيثقوا فيه. عيانيت غادي يبدا يشرح لهم على النظريه ديالو بان الزومبي كيتجاهلوا المرضى اللي قرابين يموتوا اولا المرضى اللي عندهم امراض اللي صعيبه بزاف. تما كيطلب من دوك العلماء باش يحقنوا بفيروس. هذاك الفيروس تيكون مميت، ولكن عندهم علاج ديالو باش يكون بحال شي تمويه اولا كاموفلاج. لكن المشكله هي ان مستوى تاع الفيروسات كاين في الجناح بي، كيسيطروا عليه الاطباء اللي تحولوا لزومبي. كيشطوا على الجيري مع الجنديه سيغن واحد من الاطباء، كتسللوا لتمايا وهم غاديين كتسللوا حركه خاطئه وحده درت صوت مجهد. هادشي اللي غادي يخلي الزومبي يجي لعندهم ويتبعوهم. كيضحي الجيري بالنفس ديالو، كيبدا يضرب في الحديد باش يثير الانتباه ديال الزومبي ويخلي صحابو يهربوا. وهو محاصر داخل واحد الغرفه، بقاو الزومبي تابعينو توصل الهوايه للجناح بي. تما غيدخل واحد الغرفه اللي كيخصص فيها الكود، كيدخل الكود وكيزد عليه تمايا. ديك البلاصه عامروا الفيروسات. هو داخل في هذيك الغرفه تلقى راسو فاص من واحد الزومبي، يعني الا خرج غادي يموت في البلاصه. تمايا قرر يعتمد على الحظ ديالو، مابقاش عنده فرصه واحده اخرى. كيختار يحقن راسو بواحد الفيروس غادي يكون عشوائي. كيتسنى شويه حيت خلط ليه الفيروس مع الدم، كيفتح الباب وكيخرج بكل ثقه. المفاجاه ان الزومبي كيشوف فيه تيبقى يتمشم فيه، ولكن كيتجاوز بحال الا غير شي جاي دار. تمايا كيكتشف ان الخطه ديالو بصح نجحات، وانه لقى علاج لهذا الوباء هذا. جيري كيمشي بهدوء وسط القطيع ديال الزومبي، كيمشي تمايا لواحد المكان ديال المشروبات الغازيه ديال المناضه وداكشي. هادشي اللي كيخلي ان المناضات كاملين كيبداو يطيحوا كيديروا صوت مجهد. الزومبي كيتجمعوا في مكان واحد، هادشي اللي يخلي الاطباء يتخلصوا منهم بالزربه. والجيري كيرجع بشويه عليه مع داك البوكس اللي عامر بالفيروسات اللي غادي يخليهم يتعتقوا. تمايا منظمه ديال الصحه العالميه كتصنع واحد اللقاح. هاد اللقاح كيتسمى لقاح التمويه اولا كاموفلاج. كيصنعوا بكميات هائله وتيوزعوا على الجيوش ديال العالم كامل. هادشي اللي غادي يخلي البشر انه يعيش مع داك الزومبي بشكل عادي، غادي يبداو الاباده ديالهم بشكل تدريجي. في الاخير الجاري كتلاقى مع العائله ديالو اللي كانت في داك المخيم العسكري، وكتنتهي القصه ديالنا بانتصار على هذا الفيروس القاتل والمدمر. هنا كنبغي نقول لكم بان القصه ديالنا سالات. ما تنساوش تخليو لي لايك، سبسكرايب، وخليو لي شي تعليق زوين. تهلاو.